فينوم الابيض، واللي معروف برضه باسم الانتي فينوم، وهو واحد من اكتر الكائنات الغامضة والمخيفة في عالم مارفل. قصته بتبدأ مع ايدي بروك الصحفي، واللي كان اول من اتحد مع السيمبويت الاسود اللي هو فينوم. بس بعد انفصاله عنه ودخوله في صراع داخلي بين التوبة والانتقام، اتعرض ايدي لعلاج من شخصية كانت بتدعى مستر نيجاتيف، والعلاج دوت ادى الى تغيير تركيب الخلايا بتوعه على مستوى دقيق جدا، وده اللي تسبب في ولادة سيمبويت جديد جوه جسمه، ابيض اللون ونقي، بس هو بيحمل قوة غير طبيعية. فالانتي فينوم بيمتلك قدرات مذهلة، زي ان هو بيقدر يشفي الجروح والامراض وينقي الجسم من اي عدوى او سموم، والاخطر ان هو قادر على تدمير اي سيمبويت تاني بمجرد ان هو يلمسه بس. فطاقته خارقة لدرجة ان فينوم نفسه بيخاف من مواجهته. ومع ذلك برضه ايدي مازال مستمر في الصراع اللي بين الرغبة في الخير وشهوته للانتقام، فبيعيش دايما بين النور والظلام. فهل هو بطل بيسعى للتطهير، ام وحش ابيض بيخفي ظلام اعمق من اي سيمبويت تاني؟